مساء الخير. شكون فينا ما يحبش السفنج وما يحبش انه هكذا يشربوا مع قهوة تاع العشية؟ يعني هو معشوق تاع الجماهير. اتفقنا اكل على انه نحبوه. ساعات يبان واعر هكذا انه طريقة التحضير تاعو معقدة واعرة وماشي اي واحد يصلحها باش يكون خفيف ويكون فارغ من الداخل وهشيش. اليوم جبت لكم طريقة ولا اروع ولا اسهل، والاهم انه ناجحة من اول مرة وما فيهاش خطوات بزاف. اول حاجه راح نبداو بالكيلات تاع السميد. عندي 3 كيلات سميد تقابلهم كيلة فرينة، وتقدروا تتحكموا في الكيلة تاع السميد ديروا كيلة كبيرة كيلة صغيرة. كيما هنا عندي كيلة شوية كبيرة كيلت بها، ودرت كمية تاع الملح ملح عادي وكأنكم تديروا فيه كسرة ولا، بحيث انه ما يجيش مسوس. ومن بعد ابداو. بالمناسبة الوالدة تاعي هي اللي راهي تدير في الفيديو تاع اليوم، انا اليوم راني نصور برك. نبداو نكسات كنبلو العجين تاعنا بالما دافي اكيد، اهم حاجه. يعني وكانها تبلل في السميد والفارينه وتبللهم. ماشي كيما القوام تاع الكسره يجي يابس، انه يكون القوام طري كيما راكم تشوفوا هكذا. هاي الوالده تاعي ربي يحفظها ان شاء الله. يعني من أروع الوصفات. أنا الوالدة تاعي مشهورة بالسفنج هذا، يعني الناس الكل تحب تاكلوا من عندها، ونتمنى تجربوه لأنه حقيقي الطعم تاعو على قد بساطة المكونات على قد ما هو مليح. هنا بعد ما بلت السميد شوية دارت له شوية ما دافي من الفوق وخلته يستراح. نخليوه مدة قليلة يستراح، ممكن 10 دقائق. ولا كما راكم تشوفوا لازم تغطيوه بكيس بلاستيكي باش ما ينشفش من الفوق ويطير طبقة هكذا ناشفة. ومن بعد نجيو للخميرة. عندي 3 ملاعق تاع خميرة، اي كل كيلة سميد ديروا لها ملعقة. انا لانه عندي الكيلة تاع السميد تاعي كبيرة درت 3 ملاعق كبار، وتقدروا تنقصوا كمية الخميرة بالنسبة للكيلة تاعكم. وعندي نصف ملعقة تاع سكر، متكثروش السكر بزاف من الأحسن. يعني هنا نعاودو انه كل كيلة تاع سميد نديرو لها مغرفة كبيرة تاع خميرة، وهنا نضيفو شوية الماء على الخميرة تاعنا والسكر ونخليوها حتى تطلع. ومن بعد نديو. انا بالنسبه ليا حنا نعجنو في العجانه يعني، بصح تقدروا ديروه عادي جدا بيديكم. وعندي المكون الاخر ثاني والاخير، انه هذه 3 مكونات فقط: سميد، خميره، وكاس حليب تاع قهوه. ثاني يحسن الطعم تاعها ويمد طعم هايل، وتقدروا تستغنوا عليه انه اذا ما كانش. نعجنوا شويه السميد تاعنا حليب. يسمى نعجن شويه السميده تاعي بالحليب، وتقدري ديريه عادي بيدك. ومن بعد نضيف نصف كميه الخميره، لانه انا قسمت السفنج تاعي على زوج، وراح نعجنه حتى نشوف العجينه طريه، ونقعد نضيف لها في الماء حتى تكون طريه وتطلق روحها مليح. يعني اذا راح تعجنيها بيدك نفس الخطوات وشن هي راح تحكم لك شويه وقت. راح تشوفيها بالقوام هذا، تكون خفيفه وتكون سائله. والاهم في السفنج انه تعطيه القوام الطري هذا، انه ما تحسيش حبيبات السميد مازالوا انه كانهم تمحاو، يعني تولي عجينه فريده هكذا ملساء. والخطوه الاهم انه ندخلوا له الهواء بالطريقه هذه. يعني حتى اذا عجنتيه بالعجانه لازم تديري الخطوه هذه بيدك، انه تقعدي تضربي فيه. هنا كما الوالده تاعي تنعت لكم بالفقاعات، يعني انه يتملى الهواء وتحسوه يدير الخيوط هكذا. هذاك هو تعرفوه باللي جاهز. اضربيه قد ما قدرتي هكذا حوالي 6 دقائق ولا 7 دقائق، وتنتظر بهكذا الهواء يدخل فيه. وتشوفوه ولا كيما هكذا عجينه كي تطلعيه الفوق ما يزربش يتقطع. هذا هو القوام تاعو المطلوب، وانه يكون مهوي بزاف. يعني اهم نقطه بعد ما تعجنيه وتخلصي بالخميره والحليب والماء الدافي، انه تضربي العجينه وتدخلي فيها الهواء. نتمنى تكونوا فهمتوني يعني. ونقطة ثانية واحدة أخرى مهمة، أنه بالنسبة للوقت الاختمار عفوا، أنه لازم العجينة تاعك يتضاعف الحجم تاعها إلى ضعفين ولا 2 أضعاف ونصف. يعني ثم تعرفي باللي العجينة تاعك أي واجدة باش تبدي تقلي فيها. أنا غالبا بعد ما ندير لها الخميرة ولا نقصها ونديرها في 2 بلايص، في 2 هكذا بولات ولا حاجة كبيرة، لأنه الكمية راح تتضاعف.
كما راكم تشوفوا هنا حنا طيبنا نص، وهنا حبيت نعطيلكم انه كيفاه طلع الحجم تاعو واختمر بشكل كبير يكون جاهز. يعني يقدر يدي منك ساعة ولا حسب درجة الدفاء تاع الدار. اذا الدار دافية مش راح يدي وقت طويل، ثم راح يطلع وتتفاعل الخميرة. هنا تقدروا تشكلوا. اما بالنسبه لطريقه تاع التشكيل اللي تجيهم الطريقه هذه تاع انه تشكل باليد صعيبه، تقدري تجيبي طبسي ولا تدهنيه بشويه ماء وتقعدي تطرحي فيه العجينه تاعك ومن بعد تهزيها. يعني هذه اسهل طريقه. هنا نشارك معكم الطريقه العاديه. يعني انا بالنسبه لي نستخدم الطريقه هذه تاع الطبسي لانه ما نقدرش نخدمها هكذا. وثاني بالنسبة كيف الطريقة تاع الطياب، أحسن طريقة أنه كي تلوحي العجينة الصبري عليها ثواني هكذا، قسمة دير كما راح نقولوا الفقاعات هذوك باش تبداي تلوحي عليها الزيت. ما تبدايش تلوحي عليها الزيت طول، هذا هو اللي يخلي السفنج تاعك يطلع ويجي خفيف. ثاني هذه من أهم الملاحظات. نتمنى يعني تجربوها وتديروا الملاحظات هذو كامل في رسانكم. يعني هو الطبخ عبارة عن هذو الملاحظات الصغار هما اللي راح يلعبوا فرق. وتلوحوه يعني في الزيت يتحمر عادي. وكمية تاع الزيت حاولوا انه ما ديروش كمية مبالغ فيها بزاف انه كي تحطي السفنج تاعك يغرق فيه. هنا راح السفنج مش راح يطلع ومش راح يدير فقاعات هكذا. من الاحسن انه شوية برك هكذا، انه يغطي السطح التحتاني برك، وانه كي تلوحي الحبة تاع السفنج اصبري عليها ثواني انه دير الفقاعات هذوك باش تبداي تلوحي عليها الزيت. هذه اهم حاجة. اهم حاجه بعد انه تضربي السفنج تاعك وهو عجينه. هذو الزوج حوايج هما اللي يخليو السفنج يجي خفيف، يجي مهوي من الداخل ويجي ناجح 100%. هنا راح نشارك معكم واحدة أخرى تهزيها. يعني تشمخي يديك عادي بالماء ماشي بالزيت، يستحسن بالماء باش ما يلزقش في يديك وطيبيه. شوفوا هنا كيف خليتها ثواني هكذا قيس ما قلبت الحبة هذه. ومن بعد نبداو نلوحولها في الزيت. دوكا نبداو نلوحولها في الزيت. يعني اصبري عليها ممكن 7 ثواني 5 ثواني. صح هي مدة قليلة بصح راح تلعب فرق في انه يدير الفقاعات وانه يطلع ويجيه هشيش وخفيف. وممكن حتى الوصفة هذه انه تديروها للمقاهي ولا تديروها كمشروع، راح تمشي لكم بزاف. خاصة انه الرجال يحبوا هذا النوع من المأكولات التقليدية وتمشي بزاف. يعني ممكن قهوة تاع الحي ولا وديريها له وراح تمشي لك واو. سورتو انه راح من مرة الاولى راح تتقنيه. يعني ديري 2 مرات ولا وراح يكون يخرج لك ولا اروع. انه من المرة الاولى راح يكون ناجح. كما هنا الوالدة تاعي ايتنعت لكم باللي يجي خفيف وهشيش من الداخل. يعني فيه الهواء برك ماهوش ملحم ولا تلقاو فيه عجينه هكذا ماهيش طايبه. ساعات نشريوه يكون بالطريقه هذو انه تلقيه معجن من الداخل. اما بالنسبه لطريقه تاع التقديم تاعو تقدروا ديروا لها عسل ملفوق او تقدموه هكذاك. كما راكم تشوفوا هنا وصفه اكثر من رائعه وخفيف من الداخل. وفي الأخير راح نقولكم جربوا الوصفة هذو لأنها وصفة سهلة ومكونات موجودين في كل دار. وإذا أول مرة تشوفوني أنا كاتيا، ونتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نشارك معكم وصفات أكثر وأكثر.